ابو ملوح، عندك واحد كبير في السن وخابر صار بينك وبينه موقف في قصة المكيف الصحراوي. نعم. معروف طبعا المكيف الصحراوي مزعج بشكل كبير في قضايا التماس الكهربائي بحكم وجود الماء فيه. وش القصة وش اللي صاير فيه؟ هذا سلمك الله في واحد قريب لنا. جميل. كان عندنا مكيف صحراوي والرجال هذا يعني لو تجيب له طيارة قال أنا أعرف أصلحها ما عنده مشكلة. كان فيه التماس المكيف هذا، فيه ماس كهربائي إذا أي واحد لمسه يروح فيها خير. جاء قال اشبك المكيف هذا. قلت هذا شابك قبل شوي فيه التماس. قال أقول لك اشبكه اشبكه معصب كذا. يقولها بس باللهجة نفسها بلهجة أهل الحي. خطناها. اشبك المكيف. فطلع هو من برا على اساس يبي هندسه مكيف، انا الحين داخل غرفه وهو برا. حلو. فطلع له انا مع الفتحه حقت المكيف هذا الصحراوي. حلو. قال اشبك وانا اشبك ويمسك الكهرباء افصل افصل. قال والله ابو كهرباء. على طاري المكيف يا شيخ والشيء يذكر يعني اذكر واحد من الزملاء كان بيتهم دور ارضي وعندهم مكيف وجايبين واحد يصلح المكيف. لعل اخونا في الله وهو يركب المكيف، الاخ يعني قصير شوي، المكيف فوق مرتفع شوي ويبي يركب مكيف لعله طاح على الشارع. اخينا في الله ماسك المكيف والولد برا مع يرص المكيف والمكيف طالع وهذا يناظر سلم رجيحه. طيب مرتفع الاخ في الله يقول لها اترك المكيف. يعطي العافيه. بس كان قبل بشكل متعب اللي هو الصحراوي ولا لا؟ اللي في المويه، لكن الحين خفت مع الفريونات والسبلت وغيرها. في واحد ما شاء الله نام في محلك او عطنا سالفته. انا ظنيت ابو ملوح حبيب وهادي لكن ما شاء الله من تحت السواهي دواهي. هذا ضيف جانا بالليل. هذه منها قاعده يا ابو حذيفه. هو ما دريت انا انه موجود جاي هذا الرجال. احنا كنا شباب بشقه. عزابيه انتم؟ اي عزابيه. تعرف انه شايف يقول كنا شباب. كنا شباب اصلا من الدور، من يوم خذ الدور وهو ما شاء الله ضابط فكان لي موقعنا قدام المكيف. حلو. ما حد يجيه. اي ما حد يجيه. حد اي فالشباب يعني يستغلون غيابي يروح الفراش هذا على طول. والله قلق. وانا غايب جاء ضيف رجال دخل بالفراش وهم من الاكرام له حطوه هو عند مكاني اللي هو قدام المكيف. جيت انا حصلت الرجال نايم بالفراش، توقعت انه واحد من الشباب. فجيت وجلست عليه على طول مسكته. قعدت عليه على طول مسكته كذا. الرجال متغطي بالبطانيه ويرافس يسوي كذا واقول اصبر والوزن خفيف يعني. اصبر المهم طلع راسي من اول مره اشوفه بحياتي. ما شفته يعني ابد. فاكتشفت انه ضيف هذا جاي لواحد من الشباب. وانت كبست عليه حصل له الموقف هذا. الحمد لله. بس ما جاء شيء. لا سلم الحمد لله. اكيد كسر. لا بتسلم الحمد لله.